ازيكم عاملين ايه؟ انا استوديو ايكو زكلاون، والنهارده راجع لكم بفيديو جديد وهشرح حكاية عن لعبة بولدي بيزكس عشان ليرنينج. يلا بينا. بولدي بيزكس شرير لان انت لما غلط سؤال من الاسئلة هتخسر منك. طبعا انا بولدي بيزكس شرير، بس تعرفوا ان الشرير الحقيقي هو فاين نيمته في المدرسة في بولدي عادي، حتى هو بيرحب بيك بابتسامة خفيفة. بس لما انت تغلط سؤال من الاسئلة هتخسر منك. بس تعرف هو بيقول نفس الكلمة اللي بيقولها فاين نيم تو. وده معناه ان فاين نيم تو هو اللي بيتحكم في بولدي. بس زي ما لازم يحتجز جوه بيت لابس في البناية في وسط اللوكيشن. فاين نيم تو شبح، وهو اللي بيتحكم في بولدي وفي كل تحركاته. وهو وقت بيتحكم لما انت تغلط في سؤال من الأسئلة عشان يحول كل الطلاب لهيئات بتاعه، لأن صوته بيتغير. Hi, welcome to my schoolhouse. Congratulations! You found all 7 notebooks! Now all you need to do is... انتوا شايفين كام بولد طبيعي؟ فاكر لما غلطت في سؤال من الأسئلة فهو فايل نيم تو، لأنه بيقول في آخر الكلمة هو بيقولك كده لأنك عايزك تفعل أشياء سيئة في بولد، لأنك ترمي عليه الصودا. تعرفوا إن برنسبل يكون واد بلاي تايم، لأن بلاي تايم تفضل تنطق الحبل كتير برنسبل. لكن احنا لما نيجي نجري برنسبل بيحتجزنا في الأوضة. برضه برنسبل عمل قوانين كتير زي إنك تاكل أو تلمس الصودا، معملش قانون يمنع فيه نط الحبل. ده معناه البرنسبل يكون واد بلاي تايم، حتى شعرهم نفس شعر بعض، نفس اللون. تعرفوا ان في علاقة بين arts and crafters وده لان في اخر مرة بتلاقي في arts and crafters يفتح بقه ويوريك من ناحية الباب. لو بولدي بيزكس مسكك تظهر صورة arts and crafters وهو حزين لبولدي بيزكس. واكيد دلوقتي انتوا عايزين تعرفوا ايه سر العلاقة دي. تعرفوا ان arts and crafters هو نفس الشخص اللي ارسلنا المدرسة وقال لنا نجمع ال7 كتب، بس هو جه متنكر بالحقيقة دي. كمان في حاجات لانك بتلاقيه بيراقبك بهدوء وانت بتجمع ال7 دفات، كأنه مش عايز يلهيك عم تجمع ال7 دفات، وفي نفس الوقت شوفك جمعتها ولا لا. حتى انت لما تيجي تقرب منه مش هيسمح لك انك تقرب منه، غير انه مش عايز تكتشف هويته. تعرفوا ان في ارواح في المدرسة، لان شكل المدرسة كل مرة بيتغير، واكيد الاشباح هي اللي بتغير في شكل المدرسة، لان بنلاقي جزء سويب معناه ان الارواح هي اللي بتحرك، وهي كمان اللي بتقول Looks like it's sweeping time! Gotta sweep, sweep, sweep! تعرفوا ان برنسبل بيقدر يفيدك في لعبة بولي بيزك وبيفيدك من بولي، لان لو شايفك ان البولي بيحاول يتنمر عليك بياخده وبيمشيه، لكن بعدها بولي هيظهر في مكان تاني يحاول ياخد منك حاجة. عشان حكاية البولي دي هو انك لو حليت الشكل الاول بشكل خاطئ والباقيين بشكل صحيح ده اللي هيحصل. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. زي ما انتوا شايفين بولي بيفقد عقله، واكيد ميكا ماجونيكا اضاف لنا السر ده عشان يعرفنا ان بولي سيء. تعرفوا ان لعبة بولي بيزك والإيديوكيشن ليرنينج هو ان السحابة او كلاود موجودة في لعبة بولي بيزك، لكن احنا منشوفهاش لاننا بنسمع الصوت ده. في جليتش في لعبة بولي، هو انك لو وقفت في زاوية المطبخ ده اللي هيحصل. بص كده على الفيديو ده.
لو اتقدمت لقدام هيعرف يمسكك. من اغرب الحاجات اللي اكتشفتها في بولدي بيزكس هو ان برينسيبل مش هو المدير الحقيقي. مدير الحقيقي المدرسة هو بولدي، لان بيقول Welcome to my schoolhouse. ده معناها ان بولدي هو المدير الحقيقي. البرينسيبل بس مجرد واحد، لو خالفت واحد من القواعد بتاعته هيحبس. تعرفوا ان في شريط في لعبة بولدي بيزكس لو انت خدته وحطيته هنا هتسمع الصوت ده. والغريبة ان بولدي بيزكس اول ما بيسمع الصوت ده بيهرب على طول، واكيد بيكره الصوت ده لانه فاين نيته مش بيحب الصوت ده، ان بولدي يستخدمه كضده. بس كده دي كل حاجة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لي تحت في الكومنتات عايز قصة ايه من العاب رعب تانية. مع السلامة.